السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ نورهان. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير وبصحه جيده يا رب. اليوم رجعت لكم فيديو جديد وبوصفه جديده اللي يحبوها الكبار والصغار، اللي هي دونات بالدجاج بطريقه سهله واقتصاديه وبزاف بزاف بنينه، وحتخرج لكم كميه كبيره. لكن قبل ما نبداو فيديو اليوم ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات بيلحقكم كلشي جديد، وتخلوا لي احلى تعليق باش تشجعوني. وبلا ما نطول عليكم ندوزو للوصفه. هنا عندي نصف صدر دجاج كنت قطعته باش يسهل لي بعد كي نرحيه. عندي ايضا حبه بطاطا متوسط الحجم قطعتها مكعبات وغليتها مع شويه ملح، ايضا شويه معدنوس كنت قطعته هكا رقيق، نصف حبه بصل، زوج ملاعق كبار تاع لا شابلور، ملعقه صغيره تاع لا ونصف ملعقه صغيره تاع فلفل اسود، نصف ملعقه صغيره تاع توابل الدجاج، نصف ملعقه صغيره تاع زنجبيل، وملعقه صغيره تاع ملح. نحط كامل المكونات في الروبو كما راكم تشوفوا. وراح نرحيهم كامل مع بعض. وهاوليك القوام تاع الخليط كيفاش راح يكون، حيجينا شويه جاري ماشي بزاف وايضا يتلاصق. هنا تقدروا تعملوا هذا الخليط في لابوشادوي وتبوشيوهم على شكل لي دونات، وتجيبوا شويه ماء وتسقموا لهم الشكل ديالهم، او تقدروا تستعملوا مول سيليكون باش يجوكم كامل شكل واحد، ولا تستعملوا هذه الطريقه اللي حنستعملها انا. هي ايضا طريقه سهله، تشمخوا يديكم شويه زيت، تشكلوا هذا الخليط على شكل دي بوده وتشكلوهم على شكل لي دونات بهذه الطريقه. ندير معكم حبة أخرى وحنكمل كامل الحبات بنفس الطريقة. الآن هذيك الحبات بعد ما كملتهم حنخليهم يباتوا ليلة كاملة في المجمد. الآن همليك بعد ما خليتهم جمدوا ليلة كاملة، هنا حطيت قدامي شوية فرينة، شوية بيض مخفوق ولا شابلوغ. أول حاجة نرمدهم في الفرينة، بعدها في البيض، بعدها نحطهم في لا شابلوغ. هنا حنكمل كامل الكمية بنفس الطريقة وهما هكاك جامدين. والآن هذيك الكمية بعد ما كملت كامل رمتها، ندوز الآن باش نقليهم. حنقليهم على نار متوسطة وتكون زيت سخونة. وهاي ديك الوصفه تاعنا جاهزه على طبق التقديم. هاد لي دونات جاو مقرمشين من الفوق وطريين من الداخل، جاو بزاف بزاف بنان وحضرناهم في وقت قصير. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وان شاء الله تجربوها. واذا عجبتكم ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات بيلحقكم كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى وصفه جديده ان شاء الله.